زمان كان في شاب صغير عنده حوالي 14 سنة، اسمه مش معروف، بس اللي نعرفه انه كان بيقف كل يوم عند بوابة القصر ماسك السيف اللي ورثه عن ابوه. رغم انه ضعيف الجسم لكن نظرة الانتقام في عينيه كانت مخيفة. الليلة اللي مات فيها سيده قرر انه ما ينامش، قرر ينتقم او يموت زي الرجالة. الشاب ده كان ساموراي، يمكن اسمه ضاع من كتب التاريخ، لكن روحه لسه بتصرخ في كل سيف بيتلمع، وكل قصة بتحكي عن الشرف والموت. زمان واحنا صغيرين كنا بنتفرج على ناروتو، كنا بنشوف النينجا بيتنططوا فوق الأسطح والقتال بالسيف والكيوبي والتشاكرا، بس الحقيقة إننا كنا بنتفرج على بقايا عصر كامل، عصر الساموراي. تعالوا بينا نرجع مع بعض 1000 سنة لورا، لما اليابان كانت مليانة دم ونار وسيوف، بس في وسط الخرب ده كان في رجالة بيمشوا على سنة اسمها الشرف. قبل ما نبدأ حلقتنا يا أصدقائي، لو كنت من محبي المحتوى التاريخي والقصصي، القناة هنا هتعجبك أوي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان توصلك حلقاتنا. وتعالوا بينا نكمل قصتنا. علشان نفهم القصة من البداية يا أصدقائي، تعالوا بينا نرجع بالتاريخ شوية لورا، تحديدا في القرن التاسع الميلادي. اليابان ما كانتش زي دلوقتي، كانت عبارة عن جزر صغيرة، كل جزيرة فيها أمير، وكل أمير عنده أراضي وجنود ومزارعين وبيحاول يوسع نفوذه. الحكومة الإمبراطورية في الوقت ده كانت ضعيفة، مجرد سلطة رمزية. الناس الحقيقيين هم اللي ماسكين الأرض والناس، وطبعا لما يكون عندك فلوس وسلطة لازم يكون عندك ناس تحميك. وهنا بدأ يظهر أول شكل للساموراي. في الأول كانوا مجرد مرتزقة بيحاربوا بالفلوس، لكن مع الوقت بقى ليهم شرف وكلمة ووجود قوي في قلب المجتمع الياباني. بقوا مش مجرد حراس، دول بقوا رموز، بقوا الرجالة اللي بتحارب وتعيش وتموت علشان السيد بتاعها. الساموراي مش بس كانوا بيقاتلوا، دول كانوا ماشيين على قانون أخلاقي صارم جدا اسمه بوشيدو، يعني طريق المحارب. البوشيدو كان بيقول لك لو سيدك مات تموت معه، لو خسرت شرفك لازم تموت، لو فشلت في مهمتك لازم تموت. يعني الحياة عندهم ما كانتش أهم من الشرف. كان عندهم طقس انتحار مرعب اسمه سيبوكو، يقعد على ركبته ويفتح بطنه بالسيف ويموت ببطء. ده زي ما تقول كده كان نوع من الاعتذار النبيل لما يفشل أو يهين شرفه. لكن عارف الرعب هنا كان فين؟ الرعب إنك تخاف تعيش بعد الفشل أكتر من خوفك إنك تموت. حتى السيف كانوا يشوفوه مش بس أداة قتل، لا دي كانت روحه. الكاتانا كانوا بيعتنوا بيه كأنه كائن حي، بينظفوا كل يوم ويحطوا في مكان مقدس وما ينفعش حد يلمسه غيره. وفي ثقافتهم لو اتكسر الكاتانا ده زي فقدان جزء من روحه. الطفل الياباني اللي أهله ساموراي من سن 5 أو 6 سنين يبدأ التدريب، مش بس تدريب جسدي، لا نفسي كمان. يتعلم إزاي يتغلب على الخوف، إزاي يتحكم في أعصابه، إزاي يفضل ثابت حتى قدام الموت. لو شاف أبوه بيتقتل في المعركة ما يبكيش، لو فقد أخوه يتألم في صمت، لأن الضعف ملوش مكان. الساموراي كان بيتربى على انه يبقى جبل ما يتهزش. قديما في قصة حقيقية حصلت في القرن ال18، وهي واحدة من اشهر القصص في اليابان. في سيد اسمه أساكا دخل في مشكلة مع مسؤول امبراطوري، والنتيجة انه اتغدر بيه واتجبر يعمل سيبوكو، يعني ينتحر. الساموراي بتوعه وعددهم 47 بقوا رونين، يعني فقدوا سيدهم وملهمش مكان. لكنهم ما كانوش ناسيين، على مدار سنة كاملة عاشوا كأنهم ناس عاديين، خبوا قوتهم واستنوا اللحظة المناسبة. وفي ليلة شتوية دخلوا بيت العدو وقتلوه وقطعوا راسه ودفنوه جنب قبر سيدهم، وبعدها كلهم عملوا سيبوكو. الشعب الياباني وقتها اتقسم، ناس قالت دول أبطال وناس قالوا دول مجانين، لكن الحكومة بعد تردد طويل قررت تكرمهم بدل ما تعاقبهم. فاكر لما كنا بنتفرج على ناروتو أو روني كينشن أو حتى وان بيس؟ كلهم متأثرين بثقافة الساموراي. ناروتو كله مبني على مفاهيم الولاء للعشيرة والتضحية بالنفس. كينشن ده ساموراي تائب بيتعذب من ماضيه ومش قادر ينسى القتل اللي عمله. حتى زورو في وان بيس دايما بيدور على الشرف والسيف القوي. ده كان كله ساموراي في صورة مودرن. احنا كأطفال كنا متعلقين بالحاجات دي من غير ما نفهم، بس دلوقتي واحنا كبار بنشوف قد ايه كانت بتشكل شخصياتنا. في القرن ال19 الامبراطور ميجي قرر يغير شكل اليابان بالكامل. دخلوا في عصر التصنيع، استوردوا أسلحة نارية وبدأت الحكومة توحد البلاد. الساموراي هنا بقوا عبء، قرارات صدرت بمنع لبس زيهم وبمنع حمل السيف، قانونيا انتهوا. لكن على الجانب الآخر في ناس رفضت، زي تمرد سايجو تاكوموري، آخر ساموراي عظيم دخل في معركة كبيرة، ولما خسر عمل سيبوكو بنفسه.
اللي بيقولوا عليه ذا لاست ساموراي مش توم كروز، لا ده سايجو الحقيقي. النهارده محدش في اليابان بيشيل سيف، بس روح الساموراي لسه موجوده في احترام الوقت، في الشغل بضمير، في الولاء للفريق، في الإصرار على الكمال. حتى الألعاب والأفلام اليابانية لحد النهاردة بتحاول تحافظ على روحهم. كل ضربة سيف، كل صمت قبل الهجوم، ده مش مجرد تمثيل، ده تاريخ ولسه عايش. الساموراي ما كانوش آلهة، كانوا ناس من لحم ودم، بس قدروا يخلوا التاريخ يقف عندهم، يموتوا وأسمائهم تفضل. في زمن السوشيال ميديا والكذب والمصالح ممكن تفتكر الساموراي بس مش عشان تقلدهم، لكن علشان تفتكر إن الشرف عمره ما كان موضة. بكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه مخلصتش على كده. لو عجبتك الرحلة دي دوس لايك واشترك في القناة، وفكرني تحب نرجع لعصر الفراعنة ولا نغوص جوه حضارات المايا. أنا مستنيك. سلام.